أكتر جملة قُلتها لنفسي السنة اللي فاتت، أنا هابدأ من جديد. كل شوية أبدأ عادة، خطة، مشروع، حماس، وأول ما أتعب والدنيا تتلخبط معايا أوقّف خالص، وللأسف مش عارفة ده بيحصل ليه. أنا مش كسولة، ومش مشكلتي إني ما باعرفش أبدأ، أنا مشكلتي إني ما باعرفش أكمّل، وتعبت من كل مرّة أبدأ فيها وبعدين أضيّع كل حاجة. لو حسيتِ إن الكلام ده طالع منِّك فالفيديو ده ليكِ. الفيديو ده لكل بنت بدأت بحماس ووقفت في النُص. النهارده هنتكلم عن ليه بنبدأ ونسيب، وإزاي نكمّل حتى وإحنا تعبانين. اكتشفت إن الفكرة مش في إني مش باعرف أكمّل، ولا في الحاجة نفسها اللي أنا باعملها، ولا في قد إيه الحاجة دي صعبة. الفكرة في طريقة تفكيرنا وتصرُّفنا تجاه الحاجة اللي بنعملها دي أصلًا، وجوّه مخنا اللي بيدور هو اللي بيأثّر على أفعالنا. فخلّينا نشوف المشكلة فين. وجدت ما يقارب ل7 أسباب لإننا بنبدأ ومش بنكمّل، فمهم جدًا إن إحنا نركّز عليهم عشان لمّا نبدأ نراجع الأسباب هنلاقي حل لمشكلتنا، وهنقدر إن إحنا نقضي على مشكلة إن إحنا بنبدأ وما بنكمّلش، وبعد كده لمّا نيجي ندخل في أي حاجة جديدة نبدأها ونكمّل فيها لآخرها. فركّزي معايا كويس أوي. أول مشكلة وأول سبب وهو إننا بنبدأ بحماس مش بخطة. إحنا مشكلتنا إننا بنبدأ كل حاجة وأي حاجة وإحنا طايرين من الحماس، بس من غير خطة، من غير مخطط، ومن غير وقت مخصص للحاجة اللي هنعملها دي. وبمعنى أدق إحنا بنبدأ من غير ما يكون عندنا أي تصور واقعي للحاجة اللي هندخل فيها. فبالتالي أول ما الحماس بيقع إحنا كمان بنقع معاه. الحماس بيروح من هنا وإحنا بنقع من هنا. بس الحقيقة إن اللي بينجحوا مش هم اللي متحمسين، اللي بينجحوا اللي هم بيكونوا منظمين. قبل ما تبدأي في أي حاجة اسألي نفسك سؤال واحد بس: أنا هكمل إزاي يوم ما أزهق؟ لو لقيتي إجابة للسؤال ده ولقيتي إن أنتِ عندِك رغبة وحتى وأنتِ زهقانة هتلاقي نفسِك مكملة ومستمرة في الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، فكملي فيها. لكن لو فضلتِ واقفة قدام نفسِك ومش لاقية إجابة لسؤالِك، مش عارفة وقت ما تزهقي هل هتكملي والّا لأ، ومترددة، فما أظنش إن أنتِ هتكملي للآخر. فأظن ده red flag تاخدي بالِك منه. تاني مشكلة وتاني سبب إنِك فاكرة إن لازم تفضلي متحمسة طول الوقت، وللأسف ده ما بيحصلش. لازم تفهمي إن الحماس لحظة مش أسلوب حياة. في أيام هتعدي عليكِ مش هتبقي أصلًا قادرة إنِك تقومي تعملي أي حاجة، ومش فكرة إنِك مش هتبقي قادرة، أنتِ هتبقي صاحية أصلًا أنا مش عايزة أعمل حاجة النهارده، وده أكيد كلنا مرينا بيه. بس الالتزام الحقيقي هو إنِك تعملي الحاجة حتى وأنتِ مش في الmood بتاعها. زي فكرة كده إنِك أنتِ ما عندكيش اختيار وما عندكيش أي option تاني. زي مثلًا الشغل حتى وإحنا تعبانين، وحتى وإحنا قرفانين، وحتى وإحنا مش طايقين نفسنا، وإحنا في أصعب الظروف بنبقى مضطرين إن إحنا نكمّل فيه. هي الفكرة فكرة مسؤولية، التزام مع مسؤولية. ممكن حد تاني يشوف إن هو كده بيقدّر نفسه، بس الفكرة إن أنا لو ما بقيتش مسؤولة قدّام نفسي عن نفسي، فأنا هاكون مسؤولة عن إيه تاني في حياتي؟ أو أنا هاقدر أكون مسؤولة عن إيه وأنا أصلًا مش قادرة إن أنا أكون مسؤولة ولا ملتزمة قدّام نفسي؟ فبلاش تخلّي الحماس في البداية يلزمِك بحاجات أكبر منِّك، وتيجي بعد كده أنتِ تكوني مش قادرة ومستنية إن يكون عندِك نفس الحماس ده عشان تكمّلي بيه. لأ، أنتِ لازم يكون عندِك التزام ومسؤولية تجاه نفسِك وتجاه قراراتِك وتجاه كل حاجة أنتِ بتبدئي فيها. خلّينا نكون فاهمين إن الحماس هو اللي بيبدئِك، بس الروتين والالتزام هو اللي هيكمّلِك. فمهم جدًا تركّزي في النقطة دي. تالت سبب وتالت مشكلة بنواجهها وبتخلّيكِ أصلًا مش قادرة تكمّلي في الحاجة اللي أنتِ بدأتيها، إنِّك دايمًا بتفكّري إنِّك أول ما بتعطلي فمعنى كده إن أنتِ فشلتِ. بس الحقيقة إنِّك مجرّد ما وقّفتِ ده مش معناه إن أنتِ خلاص كده فشلتِ في الحاجة اللي بتعمليها وإن أنتِ مش هتقدري تكمّليها. أنتِ بني آدمة مش روبوت. ده حتى كمان الmachines والdevices اللي بنستخدمها في حياتنا، حتى الموبايل، بييجي عليها وقت وبتفصل وبتكون عايزة تاخد راحة وbreak عشان تقدر إن هي تكمّل وتشتغل معاكِ تاني. فما بالِك بروحِك وبإنِّك كونِك إنسان، فطبيعي تفصلي وطبيعي تريّحي وطبيعي توقّفي. التعطيل مش فشل، والتراجع برضه مش هو النهاية. الناس الناجحة لمّا بتعطل وبتقف في مكانها شوية بترجع تكمّل وبتكون أحسن. ولو ركّزتِ مع نفسِك هتلاقي إن أنتِ بتحتاجي من وقت للتاني تقفي تاخدي نَفَسِك عشان تقدري إن أنتِ تكمّلي وتدّي power أكتر من اللي كنتِ فيه قبل كده. زي مثلًا اللاعب في السباق، لاعب الجري في السباق بتاعه بيقف ياخد نَفَس عميق عشان يقدر إن هو يكمّل ويبقى عنده power إن هو يكمّل. لكن لو هو ما قدرش ياخد النَفَس ده هيفضل مكمّل، بس هييجي عليه وقت وخلاص هو هيفصل، هو هيبقى مش قادر حتى إن هو يقدّم خطوة كمان. فلازم إن إحنا نفصل، لازم إن إحنا نريّح، لازم إن إحنا نتعطّل. حتى لو عطلتِ ووقفتِ مكانِك لفترة،
الفكرة إن أنتِ الوقت ده أنتِ بتاخديه لنفسِك، بتاخديه إن أنتِ تفكّري وترتّبي نفسِك وتعيدي حساباتِك وما تخلّيش الوقت يسرقِك، ما تخلّيش فرصة زي دي أو وقفة زي دي تخلّيكِ تفكّري إن أنتِ خلاص كده آخر الدنيا مش هتكمّلي في الحاجة اللي أنتِ عايزاها، أنتِ الطريق اسوَد قدّامِك أو الدنيا اتقفّلت في عينِك، فلأ، الوقفة دي هي اعتبروها كده هدوء ما قبل العاصفة، عشان تبدئي كده إن أنتِ تشحني طاقتِك وترجعي تكمّلي أقوى. اعمليها كده قاعدة بينِك وبين نفسِك، أنا لو وقّفت هارجع خلال 48 ساعة، بس مش خلال 48 يوم، هم 48 ساعة وبس. 48 ساعة تفصلي فيهم، تريّحي فيهم، تشحني فيهم طاقتِك وتراجعي فيهم حساباتِك وتاخدي نَفَس كده عشان تبدئي من جديد وبقوة أكتر. رابع مشكلة بتُقعي فيها إنِّك بتحاولي تعملي كل حاجة مرّة واحدة، وللأسف ده مش منطقي. تدخلي في دايت ورياضة وتبدئي كورس جديد وتلزمي نفسِك بعادات جديدة، ومع كل ده تنظيم البيت، وللأسف إحنا مش هنقدر على كل ده مع بعض، كله مع بعض، وبعدين تنهاري وتوقّفي كل ده. ابدئي بحاجة واحدة بس، خدي خطوة ورا خطوة، مش كل الخطوات بناخدها مع بعضها، إحنا بنطلع السلم واحدة واحدة، ما ينفعش إن إحنا نحط رجلينا على سلِّمة وعلى السلِّمة التانية في نفس الوقت، إحنا كده بنفضل واقفين في مكاننا ومش هنطلع ومش هنتقدم خطوة لقدام، واحدة واحدة بنبدأ إن إحنا نتقدم لحل أحسن. السر مش في إنِك تعملي كتير، السر في إنِك تعملي صغير بس كل يوم. أتمنى تكوني فهمتيني. خامس مشكلة بتقعي فيها إنِك بتقارني نفسِك بناس أسرع منِك. خلينا نكون متفقين إن كل واحدة ليها مسار، وكل واحدة وليها ظروف، وكل واحدة وليها بداية مختلفة عن التانية، ولو ركزتي في اللي حواليكي هتفضلي واقفة مكانك وهتفضلي متأخرة. فركزي في نفسك مش في ترندات الناس. المقارنة اللي مسموح لك بيها هي مقارنة واحدة بس، إنك تقارني نفسك النهاردة بنفسك من شهر أو بنفسك كمان شهر. دي المقارنة الوحيدة اللي هتفيدك واللي هتضيف أثر إيجابي لحياتك، مش أي مقارنة تانية. ودي المقارنة اللي هتقدمك لقدام، لأن احنا بنحاول وبنعافر، وأصلا الفيديو ده كله عشان نبدأ إن احنا نطور من نفسنا وناخد خطوة لقدام. فلو قدرنا إن احنا نقارن نفسنا بنفسنا في القديم وبنفسنا في الجديد، ده هو اللي هيضيف أثر إيجابي، وده اللي هيضيف خطوة جديدة لحياتنا وهيخلينا نتقدم. غير كده في أي مقارنة تانية هتوقفك في مكانك ومش بعيد ترجعك لورا أكتر. سادس سبب ومشكلة بتقعي فيها هي إنك ما عندكيش نظام ترجعي له وقت ما بتتلخبطي. يعني طبيعي جدا إن انتي هيجي عليكي وقت لخبطة وتحسي إن انتي مش في أحسن حال. فالسؤال المهم في البوينت دي لما يحصل معاكي كده ترجعي منين؟ وهنا هنروح لأننا لازم نعمل خطة طوارئ، لازم يكون عندنا بلان بي. وعشان كده دايما بتكلم إن ما ينفعش أعمل خطة وأفضل ثابتة عليها، أنا لازم يكون عندي مرونة لإني أعمل بلان بي ويبقى عندي خطة تانية وقت ما يحصل أي حاجة طارئة أقدر إن أنا أتصرف وأقدر إن أنا أكمل في اللي أنا بعمله، أو إني أوجد لنفسي طريق جديد. لكن لو ما عنديش المرونة اللي تخليني قادرة إن أنا أعمل ده، هافضل دايمًا متعطلة وهافضل دايمًا واقفة مكاني، لإن وارد بنسبة كبيرة جدًا إن إحنا بنواجه صعوبات وبنواجه مشاكل في الطريق اللي إحنا بنسعى له وفي الحاجة اللي إحنا عايزين نوصل لها. الprocess والرحلة نفسها عمرها ما بتكون سهلة، بس الفكرة إن أنا لو عندي مرونة كافية هاقدر إن أنا أتخطى الصعوبات وأواجه أي حاجة بتمُر عليَّ عشان أقدر أوصل للحاجة اللي أنا باسعى لها والحاجة اللي أنا عايزاها وأكمل في اللي أنا بدأت فيه. يوم مش قادرة اعملي نُص الحاجة، يوم مش قادرة تذاكري 3 ساعات ذاكري نُص ساعة، يوم مش قادرة تمشي ساعة امشي 10 دقايق، وهكذا. نظام طوارئ صغير بس ينقذ ما يمكن إنقاذه، وده هيضمن لِك الاستمرار الحقيقي اللي هيفرق معاكِ واللي هيفرق في حياتِك. وآخر سبب ومشكلة بتعطّلِك عن اللي أنتِ بدأتِ فيه هي إنِّك مش بتحبي الحاجة بس أنتِ بتحبي الفكرة منها. يعني أنتِ مش حابة الحاجة نفسها بس أنتِ حابة الفكرة بتاعتها. أوقات كتير إحنا بنعمل الحاجة لمجرد إحنا حابين فكرتها. أنا حابة شكل البنت المنظمة، شكل اللي بيصحى بدري، شكل اللي جسمها مثالي، بس مش بنحب نعيشها، لأن لما نعيشها عارفين قد إيه هتواجهنا فيها صعوبات وهيكون فيها ضغوط علينا عشان نعيشها فعليا. خدي وقتك واسألي نفسك، هل دي حاجة فعلا أنا بحبها ولا مش عجباني؟ وهل دي حاجة فعلا أنا محتاجاها ولا اتأثرت برأي حد تاني؟ بشكل أو بآخر بنتأثر باللي بيحصل حوالينا. يعني أوقات كتير بنشوف نماذج معينة قدامنا بنبقى حابين شكل الفكرة دي أو شكل النموذج ده، فبكون عايزة إن أنا أعمل زيه أو عايزة إن أنا أكون زيه. بس نيجي في الحقيقة إحنا مش بنعمل ده عشان حاجة إحنا حابينها، إحنا بنعمل ده عشان الشخص، بنعمل ده عشان إحنا اتوحدنا مع الشخص ده
او عشان احنا حابين الشخص ده، او عشان احنا حابين فكرة اللي الشخص ده بيعمله فبنبقى عايزين نعمل زيه. واوقات كتير برضو ممكن نتأثر بالسوشيال ميديا ان حد بيجيب حاجة معينة، او ان في حاجة معينة فايرال وطالعة ترند مثلا، فاحنا بنكون عايزين نجيب الحاجة دي عشان مجرد فكرة ان الناس كمان كلها جايباها، واحنا حابين ان الحاجة دي تكون عندنا زي ما هي عند كل الناس. بس لو جينا نبص لها من وجهة نظر تانية، فلا، هي الحاجة دي احنا فعليا مش محتاجينها، احنا جايبينها لمجرد ان احنا حابين فكرتها وخلاص. فهنا لازم نركز في الحاجة اللي احنا بنعملها، هل فعلا دي حاجة احنا بنحبها واحنا عايزين نعملها عشان احنا عايزين ده، ولا هي حاجة مش عاجبانا، او احنا بنعملها لمجرد ان في فكرة معينة او في حاجة معينة احنا عايزينها من وراها، او ان احنا متأثرين برأي اي حد وباللي حوالينا. هنا لازم تقفي واقفة مع نفسك بجد، عشان ده هيفرق في حياتك وهيفرق في شخصيتك وهيفرق كمان في ثقتك في نفسك. وصدقيني لما تلاقي حاجة انت فعليا بتحبيها هتلاقي جواكي دافع وطاقة تخليكي حتى تكملي فيها وانت مش قادرة، ويبقى عندك الطاقة والجهد على انك تكملي فيها للآخر، وهتلاقي طاقة ان انت تكافحي عشانها. انا كنت ببدأ وبنهار، ابدا واقع وابدا واتعطل واقف في مكاني، لحد ما سمعت في مره ان اللي بيبدا كتير مش فاشل، بس اللي بيقف في مره عمره ما هيوصل. ودي فرقت معايا كتير قوي، ومن هنا قررت اني هبدا من تاني، هبدا واقع بس هرجع تاني عادي، وانت كمان تقدري تعملي ده. فلو الفيديو ده لمسك سيبيلي كومنت وقوليلي، انا هكمل حتى وانا تعبانه، عشان نفتكر كلنا ان التغيير مش مثالي بس مستمر. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم. متنسوش ان انتوا تعملوا لايك سبسكرايب وتسيبوا الكومنت اللي قلت لكم عليه. وبس كده، دلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.